وصفتنا لليوم هي وصفة يخنة اللحم البندورة. حاطين بس زدنا عليها فليفل اليوم. خلينا نشوف الخطوات كيف تنعمل. خلينا نقول اول شي مكوناتها. اكيد جبنا كيلو لحمة مفرومة ناعمة سادة، فرمنا بندورة على جنب جاهزة، فليفلة حبينا نزيد فليفل المرة كمان على جنب جاهزة، بصل كترنا بصل كتير طيب، البصل بيعطي طعم طيب كتير، زيت الزيتون للقلي، والبهارات هي بهار وملح وقرفة. فينا نحط رشة بابريكا حلوة إذا بدنا أو حارة شو بنحب، وكمان معلقتين كبار رب البندورة، ومعلقتين كبار صلصة الفليفل اللي احنا عاملينها كمان على القناة تبعنا. طبعا حسب الكمية، تنسوش انا عم بحكي لكيلو لحمة مفرومة ناعمة، تقريبا كيلو بندورة، كيلو بصل او كيلو ونص بصل. هاي بتلاقون. هلا خلينا نشوف لقدام شو بصير ويلا هون بلشنا مرحلة تقلية البصل للحمة البندورة. بنجيب قصايتهم، بحبه انا هيك، ما بحبه زوري كتير. بدنا نعمل نقليه لحتى يشقر، يعمل لون يدبل شوي، ما بدنا يدوب بالمرة. هاي نحط ملح، حاطة زيت زيتون انا طبعا. هاي نجي للملح، اوكي. خلي البهارات لبعدين، حطيت الملح عشان يدبلوا بس يتشقروا، عشان وقتها نحط قبل ما يشقروا، ما بدنا كتير يشقروا، المهم يدبلوا. بنحط فوقهم اللحم. هلا مثل ما شايفين تغير لون البصلة، هيك كيف صارت رافعة، صار فيها احمر، ما بدنا اياها تدوب بالمرة. رح ننزل هلا هي اللحمة عشان يتقلوا يستوي. نقلبهم منيح مع البصل، ياخدوا زيت وبصل مع بعض، يتخلطوا مع بعض منيح. لأن اللحمة بدها وقت شوي. عزنا زيت بنجيب زيت، لا بشوفوا الزيت كله بيطلع تماما. وهلا بعد ما تغير لون اللحمة بنحط البهارات اللي بدنا اياها. اساسا هني بس بهار وقرفة. بهار ابيض نحن بنفضل، ما بضايق المعدة مثل البهار الاسود، بس يعني فيكم تحطوا بهار اسود، بس نحن بنفضل البهار الابيض لانه ما بضايق المعدة مثل الاسود. حطينا البهار والقرفة، شوفوا الله الله، اصلا ريحة بلش كتير حلوة. كمان شوي بنحط، كمان شوي، لا كمان شوي، بدي اللحم شوي تستوي اكثر زيادة. بعدين بحط بسم الله الفليفل. هلا بالعاده لحم البندوره ما بنحط فليفل، بس اليوم انا حابه احط فليفل لانه هيك بتعمل لون وطعمه غير كتير. هلا انا كنت ناسي اشرح لكم ليش خليت اللحمه بعد شوي. خليت عشان يغطي لانه اللحمه بتطلع زوم وفرح الزوم، المي تبعها ضل الزيت. هلا بنحط الفليفل، نحط نوعين فليفل قبل ما نشوف بدنا الوان فليفل. هذا السن تبعي جوزي وخندق اللي موجود، بس تدبل الفليفل شوي بنحط البندور. ليكم احلى الوان. طبعا البصل اساسي، كثير اساسي. خليهم يدبلوا يتقلوا لنحط شو البندور. وهلا بعد ما دبلت الفليفله وكل شيء ظبط على بعضه بنحط البندوره. بنكتر بندوره لانه طعمه طيب كثير. نحطهم مع بعض منيح. نصير نغطيهم هلا كل شوي، نصير نغطيهم نفلتر عليهم ونحركهم. هي حتعمل صلصه اصلا بقلب، ما حنحط لها كمان صلصه. هلا عادي من هلا فينا نحط هاي بالبندوره،
حيطلع زوم عن البندورة، بس نغطيه ونتركهم. تمام. وهيدي الخلطة الثانية اللي احنا عملناها، خلطة الفليفلة، بتعمل نكهة كتير طيبة. ماشي. طبعا انا ما زدت ملح زيادة لانه الخلطة تبعتنا فيها ملح. يكون منيح ونغطيهم ونصير نفلفل عليهم. هلا خلينا نغطيهم ونتركهم، وكمان شوي بنشوف شو. هلا شايفين كيف جهزت الاكله، طلع عليها زوم واستوت البندوره واستوى كل شيء مع بعضه واختلطوا سوا، وهي الاكله صارت جاهزه. وهيدي هي اكلتنا، اللحمه البندوره، اكلتنا لليوم. بيتاكل حدا مع رز بشعير تتاكل او باللقمه لحالها، كتير طيبه. ان شاء الله بتعجبكم وبتغني سفرتكم، وريتوا الف صحه وهنا.